الصورة اللي قدامك دي أحدث صورة لعملاق المجموعة الشمسية الغازي أورانوس، واللي تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب. التلسكوب قدر إنه يلقط الحلقات الترابية والصخرية اللي حوالين الكوكب بدقة عالية جدا، وده بمجرد ما العدسة بتاعته تعرضت للضوء لفترة بسيطة حوالي 12 دقيقة بس. أنت متخيل؟ أكيد دلوقتي بتسأل نفسك وتقول طب هو الكوكب شكله عامل كده ليه؟ وليه الحلقات اللي حواليه مش جاية بالعرض؟ السبب ببساطة إن الكوكب ده وعلى عكس كل كواكب المجموعة الشمسية بيلف حوالين نفسه بالعرض مش بالطول، يعني بيلف بجنبه وهو مقلوب بزاوية 90 درجة، وعشان كده شكله باين بالمنظر اللي قدامك ده. وفي الصورة اللي قدامك دي 6 اقمار من ضمن اقمار الكوكب ال 27 اللي معروفين بالنسبه لنا، اسمائهم مكتوبه عليهم وكل واحد طبعا ليه خصائص وطبيعه مختلفه عن التاني تماما. وبالمناسبه الكوكب ده بيتم دوره كامله حوالين الشمس كل 84 سنه، يعني السنه عليه حوالي 84 سنه على كوكب الارض، وبسبب ميله بزاويه 90 درجه فاللي انت شايفه قدامك في المركز ده هو القطب الشمالي للكوكب، اما القطب الجنوبي ففي الناحيه الثانيه من ورا. وعلى فكره الميل ده بيخلي تعاقب الفصول على الكوكب ده شديد جدا وغريب جدا، يعني تخيل الصيف مثلا بيقعد على الكوكب ده سنين طويله جدا، والعكس برضه في الشتاء. وبس كده، دوس لايك وفولو لو شايفها معلومه مفيده.